السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، فيديو جديد، وصفة جديدة على قناة كويزين ان بي. في هذا الفيديو غنحضروا الطاجين الغني عن التعريف، طاجين اللحم بالبرقوق، طريقة سهلة ومكونات مضبوطة. باش تعرفوا طريقة التحضير مكونات الوصفة تبعوا الفيديو من الأول إلى الآخر. فرجة ممتعة. طاجين ديال البرقوق اللي كيجي رائع في المذاق ديالو وفي الشكل ديالو. على بركة الله غنحتاجو اللحم. هنا عندي تقريبا واحد 1700 غرام، يعني من كيلو ونص حتى 2 كيلو ديال اللحم كيف ما كتشوفوا. عندي هنا البصله احتاجيت فيها 500 غرام ولا نص كيلو ديال البصله. بالنسبه اللي ما بغاش تكون عنده دغميره بزاف ممكن انه يكتفي فقط بصله كبيره وحده. عندي هنا بالنسبه للثومه خديت هاد الكركوبه ديال الثومه لان عندي صغيره، الحجم ديالها صغير. اللي عنده ثومه كبيره فممكن انك يدير واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم كبار. عندي بالنسبه للتوابل نحتاج 2 ديال البضامات ديال الزعفران، ممكن نعوضوها بالزعفران شعره. عندي معلقه صغيره ديال عطريه ديال اللحم، معلقه ونص ديال السكينجبير، معلقه ديال الكركم او الخرقوم البلدي. عندي ربع معلقه ديال الابزار، وعندي الملح على حسب الذوق. انا خديت هنا معلقه صغيره ديال الملحه. في اناء كناخذوا هاد التوابل كامله باش نرقدوا اللحم ديالنا. كناخذوا هاد التوابل كامله ديالنا مع الثوم والماء. انا واحد الكاس ديال الماء، ونرقدوا فيها هاد اللحم ديالنا تقريبا واحد ساعه او اكثر على حسب الوقت اللي عندنا. كنشلضوا البصله على هذا الشكل، او ممكن انا نديروها بالرشوار. كناخذ الى الكوكوط اللي غنديروا فيها غنطيبوا فيها اللحم ديالنا. كنديروا البصله، كنديروا اللحم، من بعد كنديروا هذيك المرقه اللي هذيك التوابل اللي بقاو في الاناء كنديروهم، وكناخذوا واحد الكاس الماء كنشغلوا به هذاك الاناء وكنديروه فوق اللحم ديالنا. كنديروا اللحم اولا في البوطه. كنديروا اولا الزيت، نديروا شويه زيت الزيتون، شويه زيت المعده. اول حاجه كنديروا هذه فوق العافيه فوق النار، من بعد كنديروها طيب على خطر. ندوزو باش نحضروا البرقوق اللي غادي نزينو فيه الطاجين. غادي ناخذوا البرقوق. هنا عندي 4 ديال البرقوق. غناخذ هنا نديرو في كاسرونه، ندير ليه الماء. هنا واحد 2 كيسان ديال الماء. هنا 2 معالق كبار ديال السكر، واحد قبصه ديال الملح. هنا معلقه كبيره ديال معلقه صغيره ديال الزبده. عندي واحد الشاصي ديال الزهر. نديو هاد البرقوق فوق النار باش يبدا يطيب ويقرب يطيب. كنضيفو واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، نديرها معلقه صغيره، وكنخليوه حتى يتعلق مزيان معلقه صغيره فوق العافيه.
كيف ما كتشوفوا هو الطبق ديالنا مذوب، هو معسل مزيان وطيب مزيان. بالنسبه اللحم ديالنا كنرجعوا ليه ملي كيطيب اللحم، كنحيدوا اللحم ومن بعد كنبداو نردوا المرقه فوق العافيه، يعني فوق النار، فوق البوطه حتى تقلى مزيان. حنا كنحاولوا نقليوها، كنبداو نضغطوا على البصله بهذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. وهذا هو الشكل ديال المرقه ديالنا من بعد ما تقلات، هذا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما كيطيب اللحم ديالنا كندخلوه للفران ينشف واحد شويه، ماشي يتحمر بزاف، غير ينشف شويه حتى يشد فراسو. من بعد كنخرجوه من الفران ونقدموه على الطريقه اللي كتشوفوا فيها. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. كنديروا منه شويه اللوز اللي كنكونوا قليناه في السخنه، قليناه بهذه الطريقه. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. شكرا على المتابعه، والى اللقاء.